السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل احلى تركيبه شعر للشعر. بصراحه تركيبه حلوه قوي قوي. لو شعرك خفيف هيتقله، ولو شعرك ما بتورش هيطوله، لو شعرك في تساقط ان شاء الله يوقفه. بس اهم حاجه، في حاجه لازم تعرفوها: لما تعملوا التركيبه ديت تحطوها في بخاخه كل يوم بنفس الطريقه، تدلجي شعرك تدليجه حلوه كده، وبعد كده بمشط مشطيه صدقيني بجيب نتيجه حلوه قوي قوي. حتى برضو لو في شعرك قشر بخفف القشر. الطريقه دي في ناس ممكن تستعملها على طول، بس في حاجه لازم تعرفوها: ان انت لما لو حصل نصيب وقلت ما عدتش هستعملها او زهقت منها، ما تسيبهاش نوبه واحده. لازم ايه، نوبه كده ونوبه يعني ايه، مره تعملي ومره ما تعمليش، مره تعملي ومره ما تعمليش. ليه؟ عشان بعد كده ما يجيبش معاكي يعني نتيجه عكسيه. فهو قد ما هو التركيبه دي حلوه قوي قوي، بس انا بعرفكم ان ما يسابش على طول. التركيبه دي لازم مره ومره. يعني انا في الايام العاديه بعملها كل يوم، وحد يعملها لك وتدلجي لها يعني ايه ببخاخه. والحاجات اللي فيه في الشعر اماكن بتبقى فاضيه، فالاماكن الفاضيه ديت تحط فيها وتدلجي. بسم الله ما شاء الله بيجيب نتيجه حلوه قوي. وباذن الله تعمليها على طول وتمشطي شعرك بيها. يعني مش مهم ان احنا نعمل حاجه زي كده بدل فيها فوائد لشعرنا نمنعها ليه، وحاجات في بيتنا ومش يعني مش مكلفه ولا حاجه. احنا عندنا حبه البركه هنحط معلقتين، معايا روزماري هحط برده معلقتين، هنحط ورق الرورة هنحط 10 ورقات. يعني انا عملت تركيبه معاكم قبل كده بس كانت حاجه يعني بسيطه. هنحط 10 ورقات، ومعايا معلقه نعناع صغيره، ومعايا قرنفل بتاع 5 حبايات بس بكفايه. عشان ايه؟ هو يعني جديد وكده. بصراحه الطريقه دي حلوه قوي قوي، وان شاء الله هتدعي لي لان كل اللي جربها شكر فيها. واحنا هنبدا. احنا دلوقتي هنحط معلقتين حبه البركه اهو كلهم، معلقتين روزماري، ومعانا هنحط بقى قرنفل في الطريقه برضو. نعناع حلو قوي، ريحته جميله قوي. هنحط كوبايه ميه، اي معيار عندك انت هتعمليه. يعني انا دلوقتي هامله دي كمان مره، لان الميه اللي انت هتحطوها اهي دلوقتي انا حطيت كوبايتين، لازم تغطيها. ليه؟ عشان الزيوت اللي فيها ما تطرش، لان بصراحه بتعمل فوائد حلوه قوي قوي. احنا هنحطها على النار دلوقتي، يعني في حدود كده ربع ساعه لغايه ما يبقى مركز معانا، ونقوم مطفيين عليه. وهنوريكم احلى تركيبه للشعر ان شاء الله. كده خلاص التركيبه بتاعتنا عامله ازاي. احنا كنا عاملين كوبايتين ميه ورجعت حطيت نص كوبايه اهي. هصفيه في حاجه، صفيه عشان الحاجات دي كلها ما يبقاش فيها حاجه. انا دلوقتي عندي برطمان هحط فيه. ليه؟ لان انا عندي في البخاخ، عندك بخاخه حط فيها واستعملي منها. هتعملي كميه كبيره زي ما انا عامله كده، هتقومي جايه حطاها في بتاع ازاز، وتقومي جايه مصفياه وتحطوه في البرطمان زي ما بقولك، وبعد كده تفرغي منه في البخاخه. هو بكفايه عليه كده. احنا بقى نصفي كل الكميه دي. احنا خلصنا وحطيتها في البتاع الازاز، البرطمان الازاز ده، بس مش هغطيها دلوقتي. او ممكن لو عايزه تغطيها برضو عشان الزيوت ما تطرش منها اعملها. بس بصراحه الطريقه حلوه. لو عندك بخاخه حط فيها كميه واعملي شعرك وشعر بناتك، مفيش منه اي ضرر خالص لان كل حاجه فيه مفيده. القرنفل والروزميري اللهم صل على النبي وحبه البركه حلو قوي، وبتعالج الشعر للتساقط، لتطويل الشعر لما بيطولش. وصدقيني الفيديو حلو قوي قوي ويستاهل احلى لايك منك. وما تنساش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.